لو جالك عرض شغل بمبلغ كويس بس هتاخده مقابل حريتك، توافق؟ طب لو عرض تاني بمبلغ اقل بس تقدر تمشي على مزاجك وتعيش يومك برتمك، تختار ايه؟ خلونا متفقين في بدايه فيديو بتاعنا النهارده ان الحريه الماليه مش رفاهيه، دي اولويه عشان تكون حياتك متوازنه. يعني ايه حريه ماليه؟ الحريه الماليه مش معناها ان نسيب شغلنا ونعيش في جزيره، معناها ببساطه ان نقدر نختار من غير خوف، نقدر نقول لا للشغل اللي بيستهلك، تقدر تاخد يوم راحه من غير ما تحس بالذنب، تقدر تستثمر في نفسك وفي صحتك ووقتك لانك حر. كتاب دايف الزيرو بيطرح سؤال قوي: ليه نعيش طول حياتنا بنأجل الحريه والراحه لسن المعاش؟ طب ما نعيش دلوقتي بعقل. الغنى مش بيساوي دايما حريه. تعرفوا ان في دراسات اثبتت ان في ناس بتزيد ثرواتهم عادي لكن بيقل احساسهم بالرضا؟ في دراسه اثبتت ان بعد حد معين للدخل 75,000 دولار سنويا مستوى السعاده مش بيزيد بشكل واضح. ليه؟ لان دايما الغنى بيجي معاه ضغط اكتر، طموحات اعلى، مقارنات مرهقه. هي الحريه مش في الراتب، الحريه في الوقت اللي تقدر تستخدمه زي ما تحب. الاستقلال المادي بيبدا من فهم اولويات. اعملي تمارين بسيطه اكتبي فيه كل حاجه بتصرفي فيها فلوس، اسالي نفسك هل ده بيسعدني فعلا؟ لو اختفى حياتي هتتاثر؟ هل بشتريه عشان ابهر نفسي ولا عشان ابهر غيري؟ كل ما زاد وعي بقراراتك الماليه كل ما قربتي خطوه من الحر. هقول لك دلوقتي ادوات ونصايح استخدمتها عشان اقدر اتحكم في مصاريفي. في ناس كتير بتتكسف تحط ميزانيه، لكن الميزانيه مش قيد، دي البوصله بتاعتك. استخدمي تطبيقات زي دو نيد بادجت او بوكيت جراند او ورقه وقلم. وزعي مصروفك على احتياجات اساسيه، رغبات، ادخار واستثمار. وابداي بحاجات صغيره حتى لو الادخار 5%. المهم انك تبدا ابني ده يخدم حريه. ناس كتير بدات شغل بسيط جانبي وحققوا بيه الاستقلال، زي واحده بتبيع منتجات رقميه على استي، شاب بيكتب مقالات حره بالعربي او الانجليزي. هي الفكره مش في الضخامه، الفكره في الاستمراريه وتنوع مصادر الدخل. الحريه الماليه بتبدا من جوانا. كلنا عندنا صوت داخلي بيقول اشتغل اكتر، اشتري اكتر، اصرف اكتر. بس لو فضلنا نرد على الصوت ده من غير وعي عمرنا ما هنوصل للحريه. ابني علاقه صحيه مع المال وما تديهوش اكبر من حقه. ما تخليش غيابه يحسسك انك قليل، ما تخليش وجوده يغير مبادئك. كتاب سول اوف مان بتقول ان المال بيكشف علاقتنا خوف بالثقه وبالذات. ما تبني حريه ماليه انت مش بس بتريح نفسك لكن بتخفف الضغط عن اللي حواليك. انت ما بقتش عبء ولا محتاج تقول اه لحاجه ضد قيم، كمان بتقدر تساعد، تدعم ناس بتحبهم وتستثمر في افكار بتغير العالم. الحريه مش عزله، الحريه مشاركه واحده. كلنا عايزين نعيش مرتاحين، نشتغل اللي بنحبه، نحب وقتنا، نختار بحرية. بس ده عمره ما هيحصل فجأة، ده بيبدأ بخطوات صغيرة، تغيير في العقلية، تنظيم في الفلوس. وزي ما قلنا في بداية الفيديو خلونا نختم بيه: الحرية المالية مش رفاهية، الحرية المالية انك تبقى سيد وقتك مش عبد الراتب. خطوة جديدة، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.